This is Sparta! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد مع حفني، مع سلسلة الحلقات اللي ماشيين فيها مع بعض، بنتكلم فيها معلومة في كبسولة. هنتكلم مع بعض النهاردة عن مجلس الشيوخ، التاريخ العريق اللي يتميز به مجلس الشيوخ. وكانت بداية نشأته سنة 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، اللي يجي دستور 1923 يكون ليه رأي مغاير خالص ويحطه في مسار جديد عليه، إنه يجعله من غرفة تانية لمجلس النواب. دي يستمر معانا لغاية 1980، لغاية لما يجي دستور 1971 يحطه في مشهد مختلف ومغاير خالص بتراك جديد، بسيادة مستقلة مطلقة، لغاية تنعقد أول جلسة ليه في شهر 11 1980. بعد أحداث ثورة يناير واللي عدى منها وجت ثورة 30/6، وفي دستور 2014 يخرج بره المشهد خالص، لغاية لما تيجي الضرورة الملحة في تعديلات دستور 2019 علشان يتحط على التراك من تاني، بس بصورة جديدة من مجلس الشورى لمجلس الشيوخ، علشان يبقى ليه مهام محددة لوحدها. هي بيتكون الأول نعرفه من كام عضو، وإيه دوره وإيه مهامه اللي إحنا هنحكي مع بعض. بيتكون من 300 عضو معايا، بينقسموا معايا لثلاث أجزاء، منهم 100 عضو فردي، 100 عضو قايمة، 100 عضو تعيين. كمان المهام بتاعته واضحة وصريحة، بس قبل ما نقولها لازم أقول لك إن هو ليه رئيس واثنين وكلاء. وكمان مهامه سهلة جدا وبسيطة بس قوية جدا ومؤثرة، لأن هو اللي مسؤول ومعني ومنوط إن يناقش مادة أو أكتر من تعديل الدستور. كمان بيعرض عليه السياسة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. مش كده وبس، هو المنوط إن يناقش كل المعاهدات والتحالفات ذات السيادة على الأرض. بيحل كمان رئيس الدولة بعض القوانين والمعاهدات علشان خاطر الشؤون العربية وكمان الخارجية. بيبقى بيكون زي ما احنا قلنا من 300 مقعد. ال 300 مقعد دولت بيستحوذ عليهم مجموعة من الأحزاب، على رأسها حزب مستقبل وطن، بيجي بعد منه الشعب الجمهوري، بيجي بعد منه حزب حماة وطن، بيجي بعد منه حزب الوفد. وبقية مقاعد بتتقلص كده اهوت بالمقاعد صغيرة لغاية لما يجي المستقلين بياخد 88 مقعد. بإذن الله بإذن الله كمان الأيام اللي جاية هنحكي فيها مع بعض عن حاجة جديدة. أشوفكم مع بعض الحلقة الجاية.